عندك هرش وافرازات وريحه غريبه؟ قبل ما تقلقي لازم تعرف ان مش كل عدوى مهبليه خطيره، ومش كل عدوى ينفع يتاخد لها نفس العلاج. العدوى المهبليه من اكتر المشاكل شيوعا عند الستات، في ست ما عدتش عليها مره في حياتها. العدوى المهبليه مش عيل ومش دليل على قله النظافه، هي مشكله طبيه شائعه سواء عند المتزوجات او عند البنات. لو اتعالجت صح بتنتهي، لكن لو اتثابت او اتعالجت غلط بتبقى مشكله كبيره. ازاي تعرفي نوع العدوى المهبليه؟ سواء من شكل الافرازات، من ملمسها، من لونها، وكمان من ريحه الافرازات. معظم البنات للاسف بتكون مكسوفه انها تتكلم في حاجه زي كده، فانا النهارده هقول لك ايه الطبيعي وايه لا، وامتى نطمن وامتى لازم نروح للدكتور. لان برضه معظم البنات بتاخد مضادات للالتهابات بس هي ما عالجتش السبب الاصلي. الاول كده خلينا نكون متفقين ان المهبل ده مكان مش معقد، يعني في بكتيريا، بس البكتيريا اللي فيه بكتيريا نافعه، اهمها بكتيريا اسمها اللاكتوباسيلاي، هي اللي بتحافظ على الوسط حمضي، تمنع تكاثر الميكروبات الضاره جوه المهبل. وعشان كده اي حاجه تاثر على البكتيريا النافعه دي او تقللها بتسبب عدوى. من اهم الحاجات اللي بتسبب العدوى ايه؟ الضادات الحيويه، الغسولات الكتير للمنطقه دي، السكر اللي مش متظبط، ضعف المناعه الحمل. 5 حاجات دولت هم اشهر الحاجات اللي بيسببوا العدوى المهبليه عند الستات. طبعا العدوى المهبليه دي انواع. اول نوع عندنا هي العدوى الفطريه او الكانديد. الكانديدا دي فطر طبيعي موجود، بس لما بيزيد عن حده بيعمل مشكله، ودي اكتر مشكله البنات والستات بيشتكوا من. طب اعراضها ايه؟ اول حاجه الهرش، وده اللي بيميزها عن باقي الانواع التانية، انها ملهاش ريح ومعاها افرازات بيضه تقيل زي الجبنه او الزبادي. مهم اللي هي معاها افرازات بيضه. طالما الثلاث حاجات دولت موجودين يبقى اتاكدي انها عدوى فطريه، ومعاها احمرار وحرقان والم اثناء العلاقه والحمل واستخدام المضادات الحيويه. طب علاجها ايه؟ خلينا نكون متفقين، بنات بياخدوا قراص والمتزوجات بياخدوا لبوس مهبل. لو هي انسه تاخد بلوكورال 150 قراص مره واحده فقط ولا تكرر. ولو هي ست متجوزه تزود على الحبايه دي جاينوزول 200 لبوس مهبلي مره واحده يوميا قبل النوم لمده 3 ايام. جوزها لازم ياخد الحبايه دي لان هو ممكن يكون السبب في العدوى دي اصلا. طبعا لو ست عندها عدوى فطريه وخدت علاج للعدوى البكتيريه مش هيجيب معاها اي نتيجه. طب ازاي تعرف العدوى البكتيريه؟ البكتيريا الفاجينوزيس. طب اعراضها ايه؟ افرازات شكاس، ريحتها وحشه زي السمك، بتزيد بعد العلاقه، ممكن يكون معاها هرش او لا. دي بتبقى خطر لو جت اثناء الحمل لان هي بتسبب ولاده مبكره او التهابات في الحوض. طب علاجها ايه؟ لو بنت بتاخد فلاجيل 500 قراص لمده اسبوع. طب لو ست متجوزه زود عليه اميروزول لبوس مهبلي صباحا ومساء. جوزها لازم ياخد القراص منه. طبعا لو الموضوع متكرر لازم نعمل تحليل السكر، وخلي بالك ان الغسولات الكتير بتاثر على الخصوبه والانجاب. امتى نقلق ونروح للدكتور فورا؟ نزيف غير طبيعي، الم شديد، سخونيه، اعراض مع الحمل، افرازات معاها دم، او عدم تحسن بعد العلاج. بصي بقى، عايزك تركزي معايا قوي في الكلمتين الجايين دول. لو الاعراض دي بتجيلك وتخف وتجيلك تاني فتاخدي لها علاج اكتر من 4 مرات في السنه، ده معناه ان في مشكله حقيقيه، وهنا لازم نعمل التحاليل عشان نعرف ايه السبب. هنا لازم تعملي تحليل السكر اللي هي ايه؟ سكر صايم وفاطر وتراكم. طب لو ست بيجيلها الافرازات البيضه دي اللي هي بتاعت العدوى الفطريه في فتحات الجسم المختلفه، هنا المشكله مش عدوى مهبليه، وبتضطر اللي هي تاخد علاج لمده 6 شهور وتتابع مع دكتور لان مده العلاج طويله. طبعا في شويه تعليمات كده بنقولهم للستات كلهم اثناء فتره العلاج. اول حاجه انها تمنع العلاقه اثناء فتره العلاج. تاني حاجه انها تحافظ على المنطقه دي ناشفه وتستخدم ملابس داخليه من قطن وتغيرها على الاقل مره في اليوم. كمان لازم الهدوم بتاعتها تتغسل في ميه سخنه لوحدها. كمان نصيحه للناس اللي هي بتستخدم التويليت كتير بره البيت، في اكياس بتتباع في الصيدليه دي رخيصه وبتمنع حاجات كتير، فيا ريت نستخدمها لو احنا بنستخدم التويليت بره البيت. في النهايه العدوى المهبليه مش عيب، والسؤال مش احراج، والتشخيص الصح هو نص العلاج. انا الدكتور محمد الأزاز، وخلي بالك على صحتك لانها اغلى حاجه عندك.